السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة او مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن شامبو ديفول، وهقول لكم الشامبو والشاور جل، وهقول لكم تجربتي معاهم بعد شهر استخدام وهو عجبني ولا لا، وكنت بستخدم ايه في الاول واسعاره وكل التفاصيل الخاصة بيه. ويلا بينا نبدأ الفيديو. في البداية انا استخدمت شامبو سانوسان اول ما ابني اتولد. تمام، هو كان سانوسان الباني، وفي في فيديو على القناة بتاعتي بتتكلم عن منتجات سونوسان وايه الحاجات اللي فيها عجبتني وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش. انا دلوقتي هتكلم عن شامبو ديفول. بالنسبة لشامبو ديفول انا كنت جايباه من عن طريق امازون. كنت جايبة الشاور جل والشامبو اللي هما ال500 جرام. تمام اهو 500 جرام ده بالنسبة للشامبو، وجبت برضو ال500 جرام بالنسبة للشاور. تمام، كان في 300 جرام بس ما كانش فيه فرق كتير في الفلوس، حوالي 25 جنيه. فبصراحة فضلت اجيب الاكبر، وقلت حتى لو ما عجبنيش هبقى استخدمه لنفسي يعني. بس هو في الحقيقة هو كان كويس مع ابني. واحلى حاجة في الشامبو ده ان هو منتجاته طبيعية. هتكلم اول حاجة عن الشامبو. الشامبو بصراحة بيخلي ريحة الشعر كويسة. الحاجات اللي هي فيها روايح جامدة دي انا منصحش بيها. الافضل ان انتوا تجيبوا حاجات ما يكونش فيها ريحة جامدة، طبعا لان الاطفال بيجيلها حساسية في الصدر وحساسية في الانف، بالذات في الفترة الاولانية من الولادة او اول 6 شهور او اول سنة. يعني انا ما بنصحش بالحاجات اللي هي فيها روايح. وما بستخدمش لابني حاجة فيها روايح. هما اصلا الاطفال بيفرزوا، يعني ما شاء الله عليهم، يعني بيفرزوا ريحة كده من جسمهم بتعطرهم لوحدها يعني. الشامبو ده انا كنت جايباه تقريبا ب125 جنيه. هو يعني في حدود 125 جنيه او 110 حاجة زي كده. طبعا هو سيف فروم وان داي، ان هو سيف ان هو ان انا بيبقى امن من ان انا استخدمه من اول ما البيبي يتولد. ودي كانت حاجه كنت بدور عليها بصراحه، وقعدت اسرش عليها هل هو سيف ولا لا وللاطفال. لان في حاجات يعني منتجات تانية زي بندولين بيقولوا ان هو احنا نستخدمها بعد سنه. فانا بحاول ان انا استخدم الحاجات اللي هي الناتشرال، اللي هي تكون البيبي يعني او ابني ما يكونش متضرر منها او من ريحتها او تسبب له اي حاجه من الحساسيه. بصراحه انا بحاول اخد بالي من الحاجات دي جدا. عندي اللي هو ال0%، اللي هو المادة اللي هي باربين، دي مادة حافظة. دي مواد حافظة بتسبب تهيج الجلد، هي والصوديوم بتسبب احمرار في الجلد. وطبعا احنا عارفين ان الشامبو ممكن ينزل على عين الاطفال، وطبعا ده امان لان هو معمول من مواد طبيعية. وفي طبعا السلفات طبعا احنا احنا كبار اصلا يعني لما بنيجي ندور على شامبو، ولو عاملين شعرنا بروتين او كرياتين بندور على شامبو زيرو سلفات. السلفات دي زي مواد كاوية اصلا للجلد، وبتسبب يعني تهيج يعني واحمرار والتهابات للاطفال. طبعا دي مش حاجة حلوة. عندي برضو السيليكون من المواد اللي هي بتسبب التهابات الجلد، وهي موجودة تقريبا في أغلبية المنتجات بتاعتنا احنا. يعني ما فيش حاجة من منتجاتنا احنا يعني ما فيهاش سيليكون، بيبقى ليها نسب طبعا. وطبعا اللي هي الفورمالدهايد، اللي هو الفورمالين. اللي هو لما بنشتري برضو منتجات لنا بنقول ان هي زيرو فورمالين، احنا مش عايزين حاجة فيها فورمالين، اللي هي الحاجات اللي بتسبب هيشان الشعر وتقصف الشعر والحاجات دي، عشان هي يعني مجرد ان هي ترغي. انا الشامبو ده عجبني بصراحة، ما عنديش مشكلة فيه. بالنسبة للحاجات للتعليمات اللي عليه، هو مكتوب عليه اغمري خيوط شعر طفلك في هذه التركيبة من شامبو ديفول للحصول على شعر لامع وصحي أكثر. كما إنها تنظف الشعر، تنظف فروة الرأس. هي فعلا بتنظف فروة الرأس عن استخدام يعني. يستخدم للأطفال من عمر يوم. تركيبة خالية من الأملاح، من أملاح الصوديوم. أملاح الصوديوم طبعا دي مش حاجة حلوة، هي مضرة. تمام، والسلفات الحاجات اللي أنا قريتها لكم اللي هي البارين والسيليكون. عندي مكوناته بقى. ثواني كده اعمل لكم، احاول اعمل لكم سبوت اكتر.
مكوناته زبدة الشيا، بيوتين، وزيت الأرجان. هو تقريبا زيوت طبيعية. زبدة الشيا دي كلنا عارفين ان هي بترطب كويس قوي. البيوتين والأرجان وزيت الجوجوبا وخلاصة الألوفيرا وزيت الزيتون والبانسينول وزيت جوز الهند وزيت الورد. بصراحة هو الشامبو في المجمل هو عجبني في استخدامه. بحس ان شعر ابني يعني طري كده ويعني ايه طري وناعم. يعني انا ما بستخدملهوش اي زيوت، فهو يعني هو بالنسبة لي كويس. ولو حد منكم استخدم زيوت او يستخدم المجموعة كاملة بتاعة الديفول، او استخدم الكريم بتاعهم، يعني يا ريت يكتب لي في الكومنتات عجبه ولا لا، عشان لو كده اجيبه لابني وبيستخدم من عمر قد ايه. تمام. ده بالنسبة للشامبو. لو بنتكلم بقى على الشاور ده بصراحة يعني انا عايزة اوريكم برضو قبل ما اتكلم على الشاور. انا عايزة اوريكم اللي هو اللون بتاع الشامبو. هنحط هنا بس نقطة اهي. هو لونه ابيض تمام زي ما انتم شايفين كده. ملمسه يعني مش وحش بصراحة. ملمسه كريمي وريحته يعني لذيذة. هو ملوش ريحة قوي يعني بالنسبة للشامبو. هو ملوش ريحة قوي. تمام. بالنسبة بقى للشاور جل. الشاور جل من الحاجات اللي عجبتني. تمام. مكتوب عليه كيدز شاور جل ستروبري. هو بالفراولة. ريحته حلوة. مكتوب عليه ان هو ميد ويز لاف. تمام. هنا ان هو صنع بحب. هي حاجات دعائية يعني. مكتوب عليه سيف فروم داي وان. تمام. ان هو امان من عمر يوم. ومكتوب عليه برضو اللي هو مادة البارابين والصوديوم والسلفات والسيليكون ان هما زيرو. ودي حاجة برضو حلوة. تمام. زي ما ده 500 ملي برضو. بس ده كان ارخص من الشامبو. يعني انا فاكرة ان هما الاتنين كنت جايبهم حوالي ب175 جنيه. فمش عارفة بالظبط بصراحة الاسعار ايه. تقريبا ده كان 90 وده 100 وحاجة. او 80 او 85 حاجة زي كده. بس هما الاتنين كانوا تقريبا 175 او 180 جنيه. يعني حاولوا لو انتوا هتطلبوا من امازون او عن طريق نون ان انتوا تحاولوا تلاقوا اقل اسعار يعني. او لو بتجيبوها من اي مكان يعني كوزماتيك او مستحضرات تجميل او صيدلية. مكتوب عليه تركيبة طبيعية تجعل جلد طفلك أكثر نعومة. مرطب غير دهني يساعد على نوم هادئ ومتواصل. تركيبة طبيعية خالية من أملاح الصوديوم والسلفات والبارابين والسيليكون. مكتوب عليه مستخلص من الكامويل والخيار والعسل والبنسينول والبيوتين وزيت الايوكليبتوس. انا لما دورت على زيت الايوكليبتوس ده لقيت ان هو من الزيوت اللي لو الجلد فيه مثلا التهابات او مثلا احمرار او كده، فان هو بيهدئ الجسم. وخاصة يعني الاطفال مثلا ساعات بيجي لها حساسية في جسمها او تكون حاجة مثلا قرصاه. مكتوب عليه طبعا الاستخدام. بتحطي كمية مناسبة على كمية مناسبة من الشاور جيل على الجسم الطفل مبلل ويغسل بالماء. بصراحة هو عجبني. يعني هو عجبني وريحته عجبتني وما عنديش اي مشكلة معاه. وبرشحه لكم. من الحاجات اللي هي سعرها يعتبر مش غالي وكويس يعني. ما وجيبوا العلبة الكبيرة مش هتندموا. بالنسبة برضو اللي شكله ايه انا هوريكم لونه برضو. هنا دي ضعيفة شوية اتكسرت مني. هوريكم برضو هنا نقطة كده. اوبا. اهو. هو لونه كده عامل زي لون الفراولة حتى هي لونه. تمام. لونه عامل زي الفراولة كده. هو لذيذ بصراحة وريحته حلوة. تمام. ما عنديش برضو اي مشكلة فيه. انا برشح لكم الاتنين دول لو انتوا عايزين تجيبوا حاجة تكون سعرها معقولة يعني. لان طبعا منتجات الاطفال كلها غالية. ويا ريت الفيديو ده يكون فاتكم وبليز لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واكتبوا لي في الكومنتات لو جربتوا منتج ديفولا وعجبكم زي ما هو عجبني. لان هو موضوع ان هو يعجبكم او لا هو بصراحة الموضوع بيبقى نسبي. سواء هي ممكن تكون حاجة عجباني ما تعجبكوش او حاجة تعجبكم ما تعجبنيش. فدي يعني بس احنا بندور دايما على الحاجة اللي هي بتفيد اولادنا. وتكون مواد كلها طبيعية. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. وشكرا ليكم ولوقتكم. ويا ريت ان انا اكون فدتكم.